السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ووحدوا الله. عشان الحكاية بتاع النهاردة ممكن تخليكم تشدوا في شعركم. والله العظيم حكاية تصعب على الكافر فعلا. لو عند اي ام ضنا وحصل فيه اللي حصل ده في الواقعة دي، مش عارفة هتعمل ايه. المهم يا ست الكل، ما طولش عليكم، قولوا طولي. كانت في اتنين، بنت وولد يعني بيحبوا بعض وجيران وحبايب. بصوا، حب بتاع روميو وجولييت. طبعا الولد مضغوط اكتر من البنت في الجهاز وفي شقة وفي ذهب، يعني الله يساعده. المهم برضو انا بختصر على قد ما اقدر، هي الحكاية كبيرة برضو، كل حكاية انا بحكيها كبيرة بس بحاول اختصر. المهم البنت طبعا جاي لي النهارده عريس، جاي لي بكره عريس، مش عارفه ايه، نجمه الواد ومعفرطه، مخليها مش عارف بيحبها وعايز يتجوزها ومش هيسيبها لحد تاني. ده عبط، ده انت متخلف. المهم راحت ايه، المهم يعني الولد على قد ما عمل وطرش الدم وبك الدم واشتغل. هو اساسا مدرس على فكرة، مدرس ثانوي، يعني واد كويس وشاب ممتاز، وعيلة وأدب واحترام والكلام ده كله، وهي محترمة وكويسة وكل حاجة. بس اسمعوني للآخر، خلوا الحكم للآخر. المهم الولد عمل اللي عنده، أهله فعلا ساعدوه ووقفوا جنبه، ما خلوهش محتاج حاجة، ولموا الدنيا وجوزوا ابنهم وفرحوا بيه والكلام ده كله. هي كان ممكن كل حاجة تيجي بالراحة، مش ضغط. الضغط بيتعب. واشتريتك وعملت لك خاطر كبير والدنيا وفرح يعني بص اخر فل وعشرة، اسمها 100 فل وعشرة. المهم ما طورش عليك وقولي طولي. المهم ايه، دخلوا شقتهم، انا بشوف المشيت ده كله ازاي من غير اي فواصل اهو. المهم عملوا فرح واتجوزوا وبيوا زي الفل، وربنا يسعد الناس كلها. والولد طبعا بعد المجهود ده كله اتداين. يعني نمرة واحد، اهله عشان يجوزوه المبلغ، انتوا عارفين ان الجواز يتكلف جام، اتداينوا واتسلفوا وعملوا قروض والدنيا دي كلها زي ما انتوا عارفين. فطبعا عشان الولد يسد الحاجات دي كلها لازم برضو يشتغل. حتى هقولك ايه، المهم اتجوزوا. وبعد ما اتجوزوا باسبوع الولد استاذن من مراته، قال لها معلش هضطر انزل شغل. طبعا الوظيفة دي لوحدها، لكن انا هشتغل بعد الظهر بعد ما اخلص مدرسة. لا، ما كانش بيدي دروس، المادة بتاعته ما كانش دروس. المهم هشتغل اي حاجة وهنعوض الدنيا دي كلها بعد كده، وهنعيش احلى عيشة، بس نسدد اللي علينا ويحلها ربنا. المفروض هي تقول له ايه؟ المفروض هي تقول له ايه؟ وانا في ظهرك وهستحمل معاك طالما بجينا في بيت واحد. الكلام اللي بيتقال ده يعني بين الولد والبنت، طالما احنا في بيت واحد ومع بعض هستحملك، ولو كلناها عيش وملح زي ما بيقولوا. خلاص انا الحمد لله، انا بجيت ليك وانت بجيت لي، خلاص مفيش مشكلة. وافجت البيت شهر اتنين. الولد يا عيني كان يجي مطحون، يروح المدرسة ويجي من المدرسة يريح ساعتين وينزل شغل تاني. فبقت حياة يعلم بها ربنا، شديدة شديدة في الشجع. طعم الحلاوة فين؟ طعم عشان كده بنقول ما نستعجلش والأمور تتاخد ببساطة. المهم عشان ما توهش منكم، قولي توهي. المهم ايه، البنت استحملت شهر واتنين، كتر خيرها. دي كده عملت اللي محدش عمله بصراحة رب، يعني بصراحة كتر خيرها. يعني هتقطع نفسها يعني ولا ايه؟ هتقطع نفسها. المهم البت فوق الولد وهو نايم، يا حبيب عيني مرتاح، فوق بتقول له عايزه اكلمك. الحكايه دي جد مش فيلم. عايزه اتكلم معاك. طيب ارتاح شويه وقبل ما انزل نقعد نتكلم مع بعض شويه، وبعد كده نكمل كلامنا لما ارجع. وقدامك النهار كله، او يعني بشوفك انا وانا وانا وانا. يا بنتي مش متفقين نخلص اللي علينا وبعد كده ناخد وندي مع بعض؟
بعد كده الدنيا حلوة قدامنا، نتفسح ونروح ونيجي، وبس أهم حاجة مفيش حد يخبط على بابنا ويقول لنا الدين ومش الدين. مش انتي طيب المفروض تساعديني وتبقي سندي وظهري؟ امال طيب استعجلتني ليه وعمل؟ لا ماليش دعوة. ما صح بقى، ما خلاص نالت المراد. هي مالها؟ ما يتحرج هو، ما يتضرب بجزمة، إيه المشكلة يعني؟ ما يموت من التعب، إيه المشكلة؟ المهم هي طلباتها، المهم هي مزاجها، المهم هي راحتها. لكن الولد يتحرج بجاز وسخ، واللي جاي أصعب.